أمان بتتعرض للابتزاز والهجوم من كل الأطراف. اللي صار كالتالي إنه أبو فارس وروان باريس ما عم بيتركوا أماني بحالها، وبعد ما وصلوا الأولاد عند أماني وصاروا بحضنها ومع هيك ما عم بيتركوها بحالها. نبدأ بأبو فارس اللي بتمرجل على النسوان أو بتقاوى على حريمة ضلع قاصر، عم بتقاوى عليها وعم ببتزها. كيف؟ لما ابو فارس من كم يوم عم بحكي للمتابعين انه في خبر وفي شيء رح يفضحه اذا ما هذا الشخص تواصل معه، رح يكشف الحقائق للمتابعين. الناس استغربت وما عرفت شو قصده ابو فارس، وكان عندها فضول كبير ليعرفوا مين بيقصد، لانه كان يلمح بصفات الرجل والمرأة، ما حكى عن مين قصده ليحمس المتابعين أكثر لحتى يروحوا يتابعوا اللايف تبعه. وفعلا هذا اللي صار يفوت المتابعين على اللايف ليعرفوا شو الخبر، فحكى لا أنا معطيه مهلة 48 ساعة لحتى إنه إذا ما طلع وكشف حاله أنا رح أكشفه. وكان عم ببتزها إذا ما أعطيني اللي بدي إياه، فكأنه بده مصاري مقابل سكوته أو هيك شي. فبكل الأحوال بعد مرور 48 ساعة وما حدا عبره، صار يفتح لايف الساعة 11 الصباح والناس تنتظر، وطلب منهم شروط لحتى يحكي لهم. أولا يوصلوا التكبيسات ل1,000,000، ثانيا الشير ما بعرف لكم، ثالثا يزيدوا له هدايا بقيمة كبيرة. فالمتابعين حكوا نحن ما معنا واحنا فايتين لانك انت حكيت بدك تحكي لنا الخبر، مو بناء على شروط وابتزاز للمتابعين ايضا. وهيك حكى انا ما رح احكي الخبر الا للناس اللي بتدعم. وفعلا كان في ناس صدقته ودعمته، وراح على الخاص على اساس حكى لهم، انا ما بعرف شو حكى لهم. فحكى واعطى فرصه ثانيه للمتابعين المغفلين، للاسف الشديد هيك رح اوصفهم، انهم يحضروا اللايف مساء، واذا ما تحقق اللي بده اياه ما رح يحكي شيء. وفعلا للأسف الشديد للمرة الثانية على التوالي المتابعين حضروا متحمسين وعم بكبسوا أكتر تكبيسات عندهم بالحياة، يمكن أصابعهم تورمت من كتر التكبيس، وغير الناس اللي دعمته كمان بالهدايا. ومع هيك ما عجبوا العجب، ما سكرتوا لي الهدف، لا ما رح أحكي لكم، رح أحكي بس للناس اللي تابعوني. فبهيك فعليا سكر اللايف وما حكى للمتابعين الشيء اللي كان عم بيقصده او بيعنيه. فهي ابتزاز لأماني، ابتزاز للمتابعين كمان، هذا الشيء ما بصير. وحكى وجاوب الناس اللي كانت عم تسأل طب مين قصدك، حكى أماني وأبو أماني، وصار يغلط بالحكي، وهذا مرفوض تماما. انت كرجل مش دورك تيجي تهدد مرة وتتقاوى على مرة. رح احط لكم شوي من كلامه شوفوا وبنرجع بنحكي. بعد ساعة من الآن راح أكون أنا لايف، ومثل ما حكيت لكم الخبر اللي عندي أقسم بالله بسوى ملايين الدنانير، لكن أنا ما ببيع مبادئي، والحقيقة لازم أوصل لكم إياها كاملة مهما كلف الثمن. رقم 2، الكل يكون متواجد معي على اللايف، لأنه أنا قلت لكم إذا اللايف ما كان مثل ما بدي ما راح أحكي، كل شوي راح أفتح لايف ساعة. ارتفع اللايف ووصلت الحقيقة زي ما أنا بدي والكلام اللي أنا بدي، ابشروا بالخبر. لكن إذا ما وصل أنا ما راح أضيع تعبي على الفاضي. يعني هاي الرسالة للجميع، شيروا هذا اللايف واعملوا له إعادة نشر، وبعد ساعة كونوا عندي على اللايف. مثل ما سمعتوا انه عم بيحاول يستغل الناس لحتى ياخد منهم مصاري بالدعم، هذا هو غايته. وكمان صار يحكي لأماني ويلمح انه هي متزوجة ومعها واحد في البيت، وانه زوجها وكتاب براني، وانه رح يكشفها ويفضحها. اللي اتجوز اول امبارح وكتب كتابه بعقد براني، لا تفكر انك انت كتبت كتابك بعقد براني علشان حقوقك ما تروح. راح نثبت انك انت كتبت كتابك، وراح الشيء اللي انت بتدور عليه وبتبحث عنه راح ناخده منك، وراح نثبت انك كتبت كتابك وعايش معك اللي انت كتبت كتابك عليه. لا تفكرني انا نايم وراك. انا ما فهمت اذا كانت متزوجه او لا، هذا الشيء شو بيعنيك انك تتدخل بحياه غيرك وانك بدك تفضح مرة وتتقاوى عليها؟ انا هذا ما استوعبته، انه كيف رجال بتقاوى على مرة. ومش بس هيك، حتى وصلت معه على كلامه انه يكلم جيران اماني وانه يخلوهم يشتكوا على اماني بسبب الاصوات الاخر الليل والضحك، وهذا الشيء مش من حقه. كل انسان له حريه التعبير في بيته وحريه شو التصرف في بيته. فتحريض الناس على هذا الشيء فعليا مش من الرجولة ولا بمس بالرجولة بشيء. وما بعرف إذا كلامه صح أو غلط، لأنه 90% من كلامه مش صحيح. وشفتوا أنتم من مرة حكى إنه ولاد ريتشو الحضانة راحت له، والناس اكتشفوا إنه كان عم بكذب. في ناس تواصلوا معي جيرانهم وقالوا لي احنا شكينا عليهم وراح نعمل لهم إخلاء من البيت اللي هم ساكنين فيه، لأنه طول الليل صوت عالي وإزعاج وضحك ومسخرة.
واليوم أو بكرة راح ياخذوا قرار من المحكمة بسوريا ويعملوا إخلاء لهذول الجماعة من البيت. وحتى روان باريس ما تركت أماني بحالها، وعم تنتقدها على الصغيرة وعلى الكبيرة، وعم بتبين للناس قديش حياتهم كانت مرفهة عند أبوهم، وقديش إنه يا حرام مظاليم عند أمهم ومش مبسوطين. الدنيا على التيك توك، بدي اولادي اعطوني اولادي، محرومه اولادي. قلت لكم كذابه ما صدقتوني. طلعت هلا كانوا لابسين اقنعه، كانوا عم يكذب، كذابين، عملوا العمايل بالاولاد. انت وحده كذابه، انت بدك ترند منه. انت هلا صرتي تطلعي مع ميكس فرحانه قد الدنيا، طالعه على كتافه ترند. لو ما هو وننوش ما حدا بيعرفك، ما حدا بيعرفك. حرام عليكي بقى، اسكتي ونضبي وخلصي الاولاد عندك. خرب بيت الشيطان، فضحتي الدنيا. قال لك ميكس امبارح، قال لك الانترنت وحاله. منين الانترنت والوضع بسوريا؟ فعلا العالم كله عم بقطش عنده. خلاص بركي فاتحه انترنت لفضيحته، وان سكتتي عنه بيطلعوا الداعمين وبيطلعوا الناس كلها، وان ضليتي بسيرته ما حدا بيطلع. بتشوف لك التعليق من بين الكل، بكون كتبوا لها اياه اهلها وقالوا لها ردي على هاد فورا حبيبتي، في رسائل بيناتهم عم تنزل فوق فورا، يلا ردي على هذا التعليق اللي بدنا نحكي لك اياه هلا. عم ترد على التعليقات اللي هي بتفيدها، اللي هي بدها اياها. ما اكواسك وما احلاكي، هذا بنرد عليه. وين ايش عملوا بالاولاد بنرد عليه. مع اني الناس كلها وما بتوصل لحدا، وانا خلص حزان اولاد بركي شافوك العالم عيب، عم بقولوا كذابه. انت ما بدك شيء، انت بدك بس فضايح وبدك ترند. شو هاد؟ ما رح تكبسوا؟ كبسوا لي شوي. ايه راسي عم بوجعني والله من الصبح، مستفزين. مش عم تعملي اصابك؟ ولادي وبك عم بتجاكري جكر بعيونك وبشفايفك وبتمك وعم مكياج ولبس كله مكسم، وهي واقفه هيك يعني من هدول الدبل السفنج في قلبها، وواقفه هيك وبيجامه ومكياج وطوق وحاله. يعني اني نحن عم نجاكركم، انتم احلى مننا لاني شفناكي، لانك ننوش انت احلى مني. عم بحاول اعمل احسن، انا عم بحاول اصلح من شفت جمالك مبينه. لو انك على طبيعتك لا كنتي احلى. افتح التعليقات. يلا تعال. انتو هالعالم هي الخيط، فتحت الدنيا. اولادي اللي بشوفها بقول ماسكه عليها العصاي ما بدي اعطيك. لما اعطاك اياهم فضحتيه اكثر، يا ريت ما اعطيك اياهم كان اهون. على الحالتين عم تطلعي ترند على كتافهم، على الحالتين طالعه بتولولي وبدك لا بتحكي اولادك ما بدك حدا انت. وكمان علقت روان باريس على أماني الحلبية إنه كيف عم بتخلي أولادك يدخلوا جوا اللايفات وتعلموا موضوع الدعم وإنه يقرأوا التعليقات، بلكي كان في مسبات لأبوهم وهي الأمور. كيف تسمحي لهم إنه يتدخلوا بلايفك على أساس ما بدك تدخليهم بالسوشيال ميديا ولا تطلعيهم؟ فهذا كمان كلام روان. ماما ضبي حالك بقى، عم تندعمي. ماما حطيت لك وردة، ماما قولي لي شكرا. فهمان ايش بدك، فهمان اسلوبك ابنك. الولد فهمان ايش عم تطلبي، فهم على اسلوبك. كله على الدعم ويقرا التعليقات. ايش ذنبه هذا يقرا التعليقات؟ بلكي حدا سب ابوه عجبك يعني يقرا التعليقات؟ عجبك؟ انت عم تقصي قلبا على الاب، انت عم تقصيهم كذابه، انت عم تقصي قلبا، انت عم تعملي العمايل فيه. هلا شفنا الحقيقه كلياتنا. كنت عم بسكت وبقول لهم يا جماعه خلص مو اولادها ما بدنا نتدخل، حرام اتركوها خلص مع اولادها صارت، ما بقى تبرك عقلي فتحه بالدنيا. يخرب بيتك ايش عم تعملي؟ يخرب بيتك فتكتي. اتركي هالمرة بحالها ما قربت عليكي، والله فيها ننوش ترد عليكي رد تعملك مسخرة. لسه نازلة انت، اذا هدول فانزاتك طول النهار عم بسبسبوا، هذا مستواهن، هذا مستواكي، وهي تربية امهات طول النهار لنصاص الليالي سهرانين على الجستات. هدول الامهات الجيل اللي جاي لسوريا، هذا جيلنا جايز. هلا سؤالي لروان باريس، رغم اني ضد طبعا تصرفات أماني وضد انه تجيب سيرة طليقة على اللايف المباشر، وانا نصحتها بهذا الشيء، قلت لها انه ابدي حياة جديدة وما تجيبي سيرته وعيشي لك لاولادك وانبسطي بحياتك. بس سؤالي لروان باريس، هلا عم تنتقدي أماني انه ليش عم تفتح لايفات وتخلي اولادها يشوفوا اللايفات؟ طب انت يا روان باريس ليش عم تفتح اللايفات وعم تطلب الدعم كمان وعم بتخلي اولادك يشاركوا باللايفات وبنسمع اصواتهم حواليك على طول؟ الشيء اللي بتنتقدي فيه غيرك لا تعملي. وبالنسبة انه طلعت وفشت خلقة وحكت عن ريتشو، انا ضد انه تغلط بابو اولادها وضد انه تحرم اولادها يحكوا معه، هذا اكيد هذا الشيء ضده. بس اكيد هي هلا معصبه ومتضايقه وكانت بتفعل انه لكن ما اظن مع الايام رح تضلها حارميتهم انه يحكي مع اولادها، انا متاكده من هذا الشيء. لكن بشكل عام انت عم تنتقديها انه عم تحكي عن ابو اولادها اللي هو ريتشو. انت ليش عم تحكي ابو اولادك كمان يا روان؟ لا عم بتجيبي سيره طليقك؟ ليش عم تغلطي فيه وهو هدى؟
مرت زوجك. ليش؟ طالما عم تنتقدي أماني، ليش عم تحكي عن أبو أولادك أنت كمان؟ لما بدك تنتقدي غيرك تكوني أنت أحسن منها. لا تجيبي سيرة أبو أولادك، لا تجيبي سيرته لطليقك، وقتها بحق لك تنتقدي غيرك بهذا الموضوع. صح ولا لا؟ أنا بحكي شي صح ولا غلط؟ أنا ضد المرة تحارب مرة بولادها، دول أولادها، هي حرة، الله يرزقها. إن شاء الله لايفها يوصل 100,000 متابع، وإن شاء الله الدعم يزخ عليها مثل المطر، لأنه هاي بدها ترزق مشان تعيش أولادها. ارحمي هاي مرة مثلك مثلها. كيف عم بتحاربيها؟ انتقديها بأمور أنا ما عندي مشكلة، انتقديها بشغلات بطريقة محترمة، بس ما تشرحيها بالحكي. ما تحسسينا إنه والله هي مستغلة أولادها مشان إنه بس تربح مصاري. لا، مين قالك دخلتي بنيتها يعني مثلا؟ انتي مثلك مثلها عم تطلعي لايفات وعم تاخدي دعم، واولادك حواليك واصواتهم على طول طالعه، واحيانا بناتك بيطلعوا على البث المباشر. انا مش ضدك، لكن ضد انك تحاربي مرة مثلك مثلها. بالعكس، دعميها، وقفي جنبها، حسي فيها، لانك عشتي معاناتها، عشتي الظلم، عشتي انه طليقك ضربك، طليقك عمل، طليقك سوت، انطلقتي، رحتي عشتي مع اولادك، ربتيهم لحالك. يعني في كتير قواسم مشتركه بينك وبين اماني. اي نعم، ريتشو ممكن بيهتم باولاده، بيسال عنهم، بيعطيهم مصروف، ما كان حارمهم من شيء، هذا مزبوط. لكن في جوانب كتير مشتركه، مثل انكم طلقتوا، عشتي لحالك مع الاولاد، تعبتي عليهم، وهي كمان تعبت وضحت وعاشت وربت وكبرت. الله ينكر اللي بينكر هذا المعروف اللي عملته مع أولادها، وهذا واجبها أكيد، لكن هذا ما بنتسالى. كانت الأم والأب لهم لسنين. فأنا ضد إن أبو فارس يتمرجل عمره، لأنه اللي بتمرجل عمره هو حرامي مثله، وضد روان باريس تتشطر على مرة، لأنك أنت مرة مثلك مثلها وعم تتعيش من وراء الدعم وتعيش أولادك، تركيها تعيش أولادها. فكمان اللي صار إنه اليوم أم جو كمان طلعوا إشاعة على أماني إنها متزوجة. اللي مين طلعوا؟ أبو فارس، أكيد عرفتوا إنها هي متزوجة، وعم بلمح هذا الحكي، وبده يعمل بلبلة مشان المشاهدات والترند، مشان هو يرفع صفحته على ظهر أماني. فاليوم طلعت ام جو مع البنات الفنسات أماني، ووضحت بعض الأمور. رح أحط لكم بعض المقاطع من البث المباشر، شوفوه ونرجع بنحكي. أنا بيسألوك يا أماني متجوزة؟ صح. أنا وثيقة الزواج الله يرضى عليكم. حبيبي أماني لا مجوزة، واللي عم بيقول عم بتحط 3 فناجين قهوة وعم بتحط 5 صحون، عندها أمها وجاية من السفر خيلتها لعندها، أكتر من هيك ما في شيء. مجوزة ما مجوزة بعدين يعني ولا يشبعوا. يعني وين المشكلة إذا تجوزت؟ يعني وين الغلط؟ لحظة اليوم، لا ما في، مش قصة غلط، بس المرة عم بتقول أنا ما تربي أولادك. أنا بدي أقعد ربي أولادي. صح مزبوط. ولما طلع معها ميكس مرتين فكريس الشرحة سألها نفس السؤال وجاوبت المخلوقة وقالت إنه أنا بدي ربي أولادي. بعدين بس بالعقل وبالمنطق، قبل ما تسألوا السؤال فكروا فيه أنتوا إذا بتقتنعوا بالسؤال جاوبوا. هل في رجال مجوز مرة بيقبل إنه على حاله وعلى كرامته يضل مخبى؟ ما في رجال بيقبل. شو الحكي؟ أكيد شوي يا جماعة، شوي بالعقل يا عمي، بالعقل والله مزبوط. فكروا قبل ما تسألوا. ما في رجال بيقبل إنه مرة مجوزة هو يضل مخبى، مستحيل. الزواج هو إشهار. شو الحكي؟ الله بعرف. خي انتوا شو بتردوا على ابو فارس؟ اللي شو يعني هيدا الزلمه، يعني شو بدي احكي؟ والله ما في كلمه بقدر الاقيها على الزلمه. هيدا الزلمه بده يقوي حاله، بده يقوي حسابه بالسوشيال ميديا، بده يبين حاله، بده يثبت. ادعوا له الله يرزقه ويضل بعيد عن أماني ونخلص. ما ترضوا اتركوه، الله يرزقه الله يرزقه. على فكرة هو يا سالي حبيبتي، عمين بدك تتشكي لتشكي؟ ليش بقي حدا ما حكي طالع نازل على أماني؟ عمين بدك تتشكي لتشكي؟ بلاقي لي 1500 واحد بروح برفع دعوة عليهم، يعني ما فهمت. طنشوا هو لرب العالمين، طنشوا. يعني أماني ما بتجيب سيرة حدا، ما بتجيب سيرة حدا، بس نتأمل. كمان روان نفس الشيء. شو بدك تردي؟ عمين بدك تهدي؟ خلاص الجوري شو صحيح ريتشو ابو فارس رافعين قضايا عليها غير حصانه الاولاد، ولا حصانه اولاد ولا شيء. واللي رافع دعوه خليه يصور اول وجه، اول صفحه من الدعوه ويحط الرقم ويطلع فيها على السوشيال ميديا، بس يفرجينا شو رقم الدعوه. وباقي اللايف كان عبارة عن دفاع عن أماني. مثلا الناس اللي بتنتقدها المتابعين إنه وين سفرة ننوش وين سفرة أماني، بدأوا يوضحوا إنه هذا الشيء عيب، وإنه ما بصير تقارنوا، وإنه أغلب الناس سفرهم هيك. وكمان حكوا إنه ريتشو وننوش تتذكروا بداياتهم كيف كانوا ناس جدا بسيطين، ما معهم مصاري، ما مو بهاي الحالة المادية حاليا فيها، وكانت سفرتهم تتذكروها أكيد تتذكروها، كانت جدا جدا بسيطة على قد حالهم. وبالنهاية كل إنسان بيتأقلم على وضعه واللي الله رازقه فيه، وهاي كلها نعمة من رب العالمين الواحد لازم يشكرها.
رب العالمين وما يتكبر. والناس كمان اللي بتنتقد أماني بلبسها وإنه اللي يروح يتعلمي من ننوش وغير هاي الأمور، وضحت كمان الشيخ اللي كان طالع مع إمجو إنه ننوش بتشتري من الشيئين، والشيئين متاح لكل الناس، ومن الصين بضاعتها، يعني إنه بضاعتها مش هالقد، وكل الناس متاحة لكل الناس بتشتري منها، فما في شيء إنه والله إنه واو عندنا ننوش لحتى تقارنوها بأماني. وحكت إنه هي مش ضد ريتشو وننوش، لكن ضد الناس المتنمرين واللي بيعلقوا على أتفه الأمور وبيقارنوا بين نانسي وبين أماني وبيحاولوا يقهروا أماني في نانسي، وهذا الشيء أكيد غلط، وأنا ضد هاي الأمور ومع الشيخة قلبا وقالبا بكلامها. كان كلامها جدا منطقي وراقي وما فيه غلط نهائيا، بحييها على كلامها أكيد. وأكيد بنت فلسطين بنت بلادي ما بيطلع منها إلا كل صح. حبيت كمان وجهة نظرها إنه بموضوع إنه مفروض أماني كمان ما تجيب سيرة ريتشو وننوش بلايفها أبدا نهائيا، وخلاص إنه تلتهي بلايفها بولادها وبعيشتها مثل رأيي من قبل بفيديوهات سابقة. فكان رأيها نفس رأيي إنه لازم خلاص توقف جيبت سيرة ريتشو وننوش، وشوي شوي الناس بتنسى وبتبطل، حتى الفنزات اللي بيدافعوا بطلوا يدافعوا، إنه خلاص انتهى الموضوع. طالبت بولادها ورجعوا لا أولادها لاحظنا، فبعتقد انتهت القضية. وبظن كمان انه مفروض الاولاد يضلوا عند اماني، هن بالنهايه امهم. وانا بتذكر ريتشو قبل ما يبعتون على سوريا حكى والله اذا كانت اماني بدها اياهم وبدها تحافظ عليهم ومتمسكه باولادها ونزلت استلمتهم، والله ما راح اقصر معها وراح اعيشها ملكه لانها ام اولادي. فخلص يا ريتشو انه بالنهايه شايف انه اماني بدها اياها، بدها احمد وايها متمسكه فيهم، تركها بحالها، وبظن خلاص تركها تعيش اولادها والله يرزقها. وانت كمان ما تقصر معهم، بالنهايه هدول اولادك وهي ام اولادك، اكيد تتعامل باصلك وبرجولتك. الرجال ما بتقاوى على مرة، الرجال ما بتقاوى على مرة. غريبة كيف لما تكون ام اولاد وكانت يوم من الايام مرته، مهما غلطت المرأة بالنهاية يا جماعة والله المرأة سلاحها او منفسها الوحيد اللي تتنفس وبتطلع الكبت اللي جواها هو لسانها. يعني لو شو ما حكت الإنسان ما لازم يدقق على المرأة لما تحكي وتغضب وتصرخ وتحكي اللي بقلبها، اتركوها لأنه هاي سلاحها الوحيد لحتى تعبر عن مشاعرها. فما تلوموها. أنا كنت أكيد ضدها بكلامها عن ريتشو وننوش، لهلا بتمنى إنه أماني ما عاد تجيب سيرتهم، تعيش لحالها لحياتها لأولادها، والله يوفقها ويرزقها من أوسع أبواب. وحتى الفنزات إن كان فنزات ريتشو وننوش أو فنزات أماني اللي بيصمموا حاليا وكيف كانت ننوش وكيف صارت، وننوش بالحالتين ما شاء الله بتجنن، وأماني بالحالتين ما شاء الله بتجنن. حاجفتنا يا جماعة الخير، وقفوا الحسابات هاي اللي عم تطلع وعم بيغلطوا بهاي الطرفين وعم بيثوروا الحرب بيناتهم، بكفي كرامة الأولاد حرام. هذا كان الفيديو لليوم. اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات بالشي اللي عم بيعملوه أبو فارس وروان باريس، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد أنا بنزله بالقناة. أكيد بحبكم كتير من كل قلبي، بشوفكم فيديو جديد وخبر جديد. هون لو أكتب لكم سلام بأمان الله وحفظه.